ليصبح بعدها حالهم أسوأ مما كانوا عليه في بلدانهم، حيث يصبحون بلا مأوى ولا عمل، وهذا كله في بلدان تشبه نسبيا بلدانهم من حيث مستوى المعيشة والبطالة والأزمات التي هربوا منها، بل أن بلدان العبور هي نفسها تعاني من نفس مشاكل بلدانهم، وحتى من حيث هجرة مواطنيها للقارة الأوروبية لتصبح إفريقيا كأنها في دوامة لا متناهية. ولكن الذي يجب التركيز عليه هو أنه على إفريقيا الجنوب وشمال الصحراء أن تجد حلولا لمشكلة المهاجرين العارقين بدول العبور، خصوصا مع شكوى المواطنين في المغرب والجزائر وتونس ومصر من سوء تعامل المهاجرين غير الشرعيين للسكان المحليين وعدم احترامهم للقوانين والأعراف المجتمعية بهذه الدول. فالمسألة ليست بيضا ولا سودا، فالجميع أفارقة، والفقر والبطالة هي نفسها. ففي الإسلام لا فرق بين أبيض ولا أسود، فالجميع في صف واحد. يكفي القليل من الاحترام المتبادل بين الشعوب، ولا فضل لأحد على آخر. والسلام.